السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه ديالنا ديال اليوم غادي تكون سيجار او قنينطات بالسبانخ والسلمون المدخن السومون فومي. فما نطولش عليكم وندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي فما تنساوش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس. بسم الله، نبداو بالمقادير. كما كتشوفوا معايا المقادير ديالنا ديال اليوم غادي نحتاجوا لي زيبينار كما كتشوفوا اللي مغسولين ومنشفين ومزول لهم هذاك العود اللي كيكون فيهم. كنحتفظوا غير بالورق فقط وكنقطعوهم. انا قطعتهم هكا شويه رقاق باش ما ياخذوليش وقت في الطياب. غادي نحتاجوا السومون فيمي كما كتشوفوا، السلمون المدخن انا خديت غير هاد الصغيره، ما غاديش نحتاج بزاف. غادي نحتاجوا الشعريه الصينيه اللي مرطبه في الماء ومقطعه. غادي نحتاجوا الجبن منسم بالاعشاب، ممكن انكم تستبدلوه باي نوعيه ديال الجبن عندكم. غادي نحتاجوا شويه ديال الربيع، فصيص ديال الثومه، شويه ديال الابزار، الزيت والملح. هذه هي المكونات اللي غادي نحتاجوا مع بعض. ندوزوا على بركه الله نشوفوا طريقه التحضير. في مقلاة ساخنة على النار كنوضعوا الزيت، كنوضعوا الثوم، وهنا ضروري لي زيبينار نحاولوا اننا نشحروهم على نار تكون مرتفعه شويه باش ما يطلقوش لينا هذوك السوائل اللي فيهم. هنا كما كتشوفوا من بعد ما كتسخن لينا الزيت مباشره كنضيفوا لي زيبينار ديالنا وكنقلبوا، كنضيفوا الملحه والبزار وكنستمروا في التقليب ديالهم. ما كنخليهمش حتى كيدبلوا لنا بزاف وكيتغير اللون ديالهم. كما كتشوفوا معايا هنا كنستمر في التحريك ديالهم، وراه بسرعه كينزلوا، يعني ما كياخذوش حتى 2 ديال 3 ديال الدقائق، يعني ماشي اكثر من هكا. كما كتشوفوا معايا هنا من بعد ما نزلوا ليا كنضيف لهم هذاك الربيع اللي عندي، كنضيف الفيرميسيل اللي مرطبه في الماء وكنحرك مزيان. كنحاول انني نشف لا كان شي ما في الفيرميسيل ما يبقاش، وكنوضعهم جانبا حتى كيبردوا. وهنا كما كتشوفوا معايا هذه هي الحشوه اللي حضرناها ديال السبانخ. هنا غادي نضيفوا ليها الفخوماج منسم، غادي نضيف ليها واحد المعلقه هكا عامره، وغادي نخلط هاد المكونات مع بعضها ونولي نبدا نضيف في السلمون. كما كتشوفوا وفي هاد الاثناء غادي نبدا كنضيف السومون فومي للحشوه ديالي هكا بشكل عشوائي. كنقطع كما كتشوفوا معايا، وغادي نحتفظ بشويه للتزيين. فوالا البنات كما كتشوفوا معايا هذه هي الحشوه ديالنا من بعد ما خلطناها. غادي نحتاجوا الدقيق مخلط مع الماء باش غادي نسدوا لي سيغار او القنينطه ديالنا. غادي نحتاجوا الورقه ديال البسطيله اللي مقطعه هكا مثلثات، وكناخذ واحد شويه ديال الورقه اللي كنقطعوا هكا. كندوبل انا الورقه بالنسبه للحشوه ديال السبانخ باش ما ترتقش ليا في الفرن. فنقولوا بسم الله ونبداو نوجدوا القنينطه ديالنا. كناخذ ورقه هكا، دائما البلاصه الحرشه هي اللي كتكون كتشوف لعندي بنفس الطريقه. هانتوما كندير ورقه فوق ورقه، كناخذ كميه يعني من الحشوه ديال السبانخ وكنحاول انني نقادها هكا بيديا. كما كتشوفوا دائما معا كنمسحوا. انا كندير هكايا، هانتوما البنات، عاد كندور باش كنضمن ان الورقه كتجيني مضوبله بهذه الكيفيه اللي كتشوفوا معايا هانتوما. وكنبدا غاديه وكنلف. كنجيو لهاد البليصه هذه منين نوصلوا ليها كنديروا الدقيق اللي مخلط مع الماء. هانتوما بهاد الكيفيه. صافي هكا، ها هي
سدات. غادي نعاودو وحده اخرى مع بعض. غير هو غادي نقاد الورقه عندي ما مقطعاش مزيان، غادي نحيد هذا الزائد باش يجيني مقاد. هانتوما هذا زايد غنحيدو، وغادي نحيد هاد شويه اللي عندي كذلك زايد من هنا باش مني نلف تجيني الورقه ديالي مقاده، لان شفتوا في الاول انا لفيت ولكن ما جاتنيش مقاده، هذا لانني انا ما كنتش مقطعه الورقه مزيان. هانتوما ناخذ كميه من الحشو وكنقادها تاخذ لينا الشكل اللي بغينا. كنلف على هذا الشكل هذا وكنقلب يديا، كنجمع هذا الراس وكنجمع هذا، وغادي تلاحظوا بان الورقه دابا راه غادي تجيني مقاده. كناخذ هذا الطرف هذا كما قلنا الفوقاني، كندير له الدقيق وكنبدا غاديه وكنجمع بهاد الكيفيه. هانتوما بهذا الشكل هذا. فانا غادي نستمر بنفس الكيفيه، غادي نجمع السيجار ديالي او القنينطات ونتلاقاو ان شاء الله. رجعت معكم، هادو هما لي نيم اللي صوبنا بلي زيبينار والسومون فومي كما كتشوفوا كيجيو زوينين كيجيو لذاذ. فهنا راه باقيين عندي جامدين من المجمد مباشره، الزيت عندي راه كيسخن. استيوس باش ما يتحلوش لينا ضروري كنخرجوهم من المجمد وهما قاصحين على الزيت مباشره. الزيت تكون سخونه، علاش؟ لان حنا باغيين غير الورقه تحمر. بالنسبه للحشوه اللي لداخل ما محتاجينش ان نطيبوا فيها شي حاجه، فهمتوني؟ يعني ضروري انكم تحمروا الورقه تكون الزيت سخونه، الا ما كانش الزيت سخونه راه الورقه كترطب وكتحل. فانا غادي نقليهم ونتلاقاو ان شاء الله مع التزيين ديالهم. فوالا البنات، هادو هما القنينطات ديال السبانخ والسلمون المدخن. كما كتشوفوا قلت لكم العافيه تكون مجهده، ها هما كيتقلاو على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا امامكم. للتزيين ديالهم غادي نحتاجوا، هنا عندي المايونيز درت معاه شويه ديال الحار كما كتشوفوا، هو اللون ديالو مايل للسومو، درت معاه شويه ديال الحار كيبنن. وعندي هنايا السيبوليت سيشي، ها هي كتباع هكايا جاهزه. وغادي نديروا واحد الغابيل ديال السومو باش كيبان بانه راه فيهم السومو، يعني فيهم السلمون المدخن. فعلى بركه الله غادي ندوزو كنزينوهم كما كتشوفوا معايا. غادي ندير لهم نحطهم هنايا دائما طريقه راكم كتعرفوها، كنستفهم بهذه الطريقه اللي كتشوفوا امامكم هكايا. اول حاجه غادي ندير لهم، غادي ندير هكا خطيطات، كنجرب الخط ديالي واش كيخرج ليا مزيان صافي. وغادي نبدا كنزين فيهم بهذه الطريقه. تشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال القنينطات او لينيم بالسبانخ والسلمون المدخن. كيجيو لذاذ كيجيو رائعين وصراحه يعني يستحقوا انكم تجربوهم. بالنسبه للتزيين فكيبقى اختياري، كنتمنى انكم تلتزموا بالنصائح اللي عطيتهم لكم باش ما يطرطقوش لكم في المقله ويجيوكم كيف ما كتشوفوهم في الصوره. فإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش الضغط على زر لايك وكذلك مشاركه الوصفه مع الاصدقاء والعائله. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.